السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيماء مصطفى من قناة شيماء للمشغولات اليدوية. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الشنطة دي. هي شنطة وتسريحة في نفس الوقت، فكرتها سهلة وما خدتش وقت، وان شاء الله اتمنى ان هي تعجبكم. طبعا انا ركبت لها حلقات سهلة الفتح علشان اقدر استخدمها واعلقها. كده هشيل الحلقات كده وهفتحها كده اهي زي ما انتوا شايفين كده. انا استخدمت فيها خيط مكرمية مصري، ممكن تستخدمي فيها خيط مكرمية فرنساوي، اي خيط انت حباه، بس هي بالاحسن المكرمية المصري متماسكة وتقيلة. نبتدي ان شاء الله مع بعض. انا هستخدم فيها المراية طبعا بالحجم اللي انت عاوزاه، وسلسلة وحلقتين سهلة الفتح وحلقة عادية ثابتة وقفلين وخيط مكرمية فرنساوي وابرة مقاس 4.5. نبتدي مع بعض ان شاء الله. انا هجيب الحلقة بتاعتي كده همسكها وهدخل اسحب الخيط واقفل كده بغرزة حشو، وهدخل هلف الخيط واسحب واقفل بغرزة حشو. دي كده اول غرزة حشو معايا. طبعا هشتغل على الخيط بتاع البداية، وبعد كده غرزة حشو تاني. ادي كده 2 3 4 ادي كده 5. كده اشتغلت 5 غرز حشو. هرتفع غرزة 3 سلسلة وهلف الخيط. هشتغل في نفس المكان عمود بلفة كده، اول عمودين عندي، وبعد كده عمود فوق الغرزة اللي بعدها، وبعد كده عمود، وفي الغرزة اللي بعدها عمود، واخر غرزة هشتغل عمودين. هي اخر غرزة شديدة شوية. بالشكل ده. وبعد كده هرتفع 3 غرز السلسلة. في اول مكان هشتغل عمود كده، اول غرزة معايا عمودين، ال3 سلاسل الارتفاع واول عمود، وبعد كده كل غرزة عمود، واخر غرزة عمودين. وبعد كده هرتفع 3 غرز السلسلة بنفس الطريقة. اول عمود بيبقى عمودين، هو اول عمود من هنا فيه التزايد واخر عمود من هنا فيه التزايد. هفضل ماشية بالطريقة دي كده لحد ما اوصل للعرض اللي انا عاوزاه. كده يا بنات انا خلصت الارتفاع. كده الارتفاع طلع معايا 20 سنتي، وكده العرض 30 سنتي. انا هكتفي بالقدر ده كده في العرض. بالنسبة بقى للطول، انا قست دي كده 20 سنتي، وبعد كده هحسب تاني 60 سنتي من بعد هنا، يعني من اول البداية هنا لحد تحت 80 سنتي. هخلص ال 80 سنتي ثابت وارجع لكم فوق كل غرزة غرزة عمود من غير اي تزايد. انا كده يا بنات وصلت للطول اللي انا عاوزاه. كده العرض 30 والطول كده 80. وعملت قطعة تاني العرض بتاعها 30 نفس المقاس العرض ده، وما طولتهاش قوي علشان انا عايزاها جيوب صغيرة. هنبتدي بقى نقفلها مع بعض ازاي. هفرد دي كده وهتني دي كده المسافة اللي انا عاوزاها على قد احتياجاتي برضو.
كده وهشبكها بالمارك. اهي كده بعد ما شبكتها هجيب القطعة اللي انا عملتها برضو كده، هطلعها شوية كده عشان يبقى في مسافة، هشبكها برضو زيها كده. ومن الجنب التاني برضو هشبكها. اهو كده بنات زي ما انتوا شايفين، ادي اول جيب وادي الجيب التاني. هجيب الخيط التاني معايا، انت لو حابة تكمليها بنفس اللون، انا بس حابة اغير فيها شوية. هدخل كده وهسحب الخيط وهرتفع 3 غرز السلسلة، وفي نفس المكان هعمل 2 عمود بلفة. طبعا انا باخد الجنبين معايا. اهو بالشكل ده كده يا بنات. هسيب الارتفاع العمود الكامل وهاجي في العمود اللي بعده، هدخل برضو من تحت كده، من فوق ومن تحت، هسحب بمنزلقة وهرتفع 3 غرز السلسلة، وفي نفس المكان هعمل 2 عمود بلفة. اهو بالشكل ده كده يا بنات. هسيب العمود ده وهدخل في العمود اللي بعده، طبعا انا باخد من فوق ومن تحت، هسحب بمنزلقة وهرتفع 3 غرز السلسلة واعمل 2 عمود. اهو بالشكل ده كده. هفضل ماشية بالطريقة دي لحد ما اوصل للبداية اللي فيها الحلقة هنا زي ما انتوا شايفين كده، والجنب التاني برضو بنفس الطريقة. ادي كده يا بنات بعد ما قفلت الجنبين زي ما انتوا شايفين، وطبعا انا كنت مثبته القطعه دي بالدبابيس وثبتها كده، وجيت بابره وخيط عاديه جدا بس نفس الدرجه، قفلت كده في الجناب عشان اعمل فواصل ارص فيها الحاجات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هاجي بقى اقفلها، هقفلها كده كده، وركبت المغناطيس اهو بالشكل ده كده. ادي شكل الشنطه معايا. هاجي بقى اركب السلسله. انا جبت حلقه سهله الفتح وركبت فيها السلسله، وهركبها في اي حته هنا كده في الجنب. اهي كده يا بنات بعد ما خلصت وركبت لها الايد. اتمنى يعجبكم شغلي، واتمنى لو عجبكم شغلي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.